بتعملي ايه يا زوزو؟ وايه اللي بتحطيه ده؟ ده تشوكلت سبريد؟ تحطي بيض على الشوكليت؟ ازاي كده؟ ماشي، دقيق وبعدين ايه ده؟ مولتن كيك؟ ازاي السهوله دي؟ احنا بنعملها اصعب من كده بكتير. تفتكروا هتطلع معانا كده؟ تعالوا نجرب ونشوف النتيجه ايه. 3 معالق شوكليت سبريد اي نوع موجود عندك تستخدميه عادي. 2 3 هننزل عليه ببيضتين. هنضرب بقى كل ده مع بعض كده. بصوا ده القوام بتاعها بعد ده ما ضربناها اهو. هننزل بقى عليهم بمعلقتين دقيق. 1 2 قلب كل ده كده. هننزل بيهم بقى في البولات كده. هندخلهم فرن سخن على درجة حرارة 200، هيقعدوا 9 دقايق. كده بعد ما طلعناها من الفرن، هي ما قعدتش في الفرن 9 دقايق، هي قعدت 15 دقيقة. انا بصيت عليها بعد 9 دقايق لقيتها لسه ما استوتش خالص. هنزينها بقى بسكر بودر. تعالوا بقى نفتح ونشوف ايه الاخبار جوه، فيها صوص ولا ما فيش. ايه ده؟ الحقوا ده فعلا فيها صوص من جوه. بصوا الاطراف كلها كيك مستويه كده. بصوا شكلها عامل ازاي. بصوا انا عايزه برضه اوريكم الشكل قبل ما ابدا ادوق. سخنه مش قادره امسكها. بصوا شكلها يجنن يا جماعه، والصوص اللي في النص اهو. يلا بينا ندوق بقى ونشوف النتيجه ايه. بقول لكم ايه الجمال ده حقيقي بجد. انا اكلت نصها اصلا. ايه الحلاوه دي يا جماعه؟ مولتن كيك حكايه تجنن، وما خدتش اصلا مننا 10 دقايق. معلقتين دي عملنا 3 بولات. حقيقي دي عايزه بولة ايس كريم تبقى وهم مع كوبايه شاي الصبح اي حاجه. وبعدين الاطفال هيحبوها جدا. تحفه.